لو بتدوروا على طريقة مختلفة تعملوا بيها صدور الفراخ فجربوا الطريقة دي. بنجيب الصدور وبنقطعها لمكعبات صغيرة، بنتبلها بالفلفل الأسود والملح مع شوية زعتر مجفف وشوية من البابريكا وبهارات الفراخ، وبزود كمان توم وجنزبيل مفرومين مع زيت زيتون. بنقلب كل ده كويس مع بعض وبنسيبها شوية في التتبيلة. استخدمت في الوصفة دي كيلو من صدور الفيليه الفريش من مفازة. بعد كده في طاسة فيها شوية زبدة على نار عالية بحمر الفراخ لحد ما تستوي وتاخد اللون ده من كل الجوانب، وبشيلها في طبق على جنب. بعد كده في نفس الطاسة بنزل بمعلقة زبدة ومعلقة دقيق واحمرهم مع بعض، وبنزل عليهم بعد كده بكوبايه كبيره نصها لبن ونصها كريمه وندوب الدقيق فيهم. بزود شويه جبنه شيدر مع شويه فلفل اسود واقلب كويس لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بنقل الفراخ في طاجن وبغرقها بالصوص اللي احنا عملناه ده، وبحط على الوش شويه من موتزاريلا مافيزا. بعد كده بزود لها شويه من الزعتر المجفف بيدي طعم حلو قوي للصوص ده على الوش كده، وبدخلها تحت الفرن بس الجبنه تسيح وتاخد لون، ويبقى عندكم احلى طاجن فراخ بالوايت صوص والجبنه الموتزاريلا، وبالف هنا.